السلام عليكم. السوري الأصل روني بردغجي عم بيسجل هدف الفوز لنادي كوبنهاجن على مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، والريال عم بيحقق فوز سهل على براغا بثلاثية، وبايرن ميونخ كما العادة بدور المجموعات لا يعرف الهزيمة وحقق الفوز على غلطة سراي بنتيجة 2-1. يا فرحتي بهدف روني بردغجي، ليس كرها بمانشستر يونايتد بل انتقاما من تين هاج. انا ما بحب تين هاج، بتعرفوا هذا الشيء. قبل ما نفوت بالتفاصيل، بتمنى اذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة، تفعل زر الجرس، ولا تبخل علينا باللايك. يلا على التفاصيل. شوف يا صديقي العزيز، رح نبدأ من مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن. بداية مانشستر يونايتد كانت رائعة جدا. هويلاند النسخة الصينية من هالاند جاب هدفين. هون قلنا خلص المباراة رايحة باتجاه مانشستر يونايتد، خصوصا يعني عم بيستقوي على كوبنهاجن. بمباراة الذهاب فاز على كوبنهاجن، وبمباراة الإياب قلنا خلص راح يحقق الست نقاط من كوبنهاجن. تعرض للخسارة قدام غلطة سراي وتعرض للخسارة قدام مانشستر يونايتد، فكوبنهاجن هي الفريسة. لكن الشيء اللي صار بأن راشفورد ارتكب خطأ كارثي، ارتكب خطأ أثر على مانشستر يونايتد بشكل كبير، وهذا الخطأ يستحق فيه على البطاقة الحمراء من كل بد. لكن هون شفنا مانشستر يونايتد عاد إلى موضوع الركاكة الدفاعية، عدم الحضور الذهني، الفشل التكتيكي. مع تين هاج انت ما بتشوف فريق صاحب شخصية، يعني ب10 لاعبين ايه نعم تم حالة الطرد ماشي، في عدد من الأندية بيصير عندهم حالة طرد، لكن بيبقى اللاعب وبيبقى الفريق مسيطر، بيبقى الفريق حاضر ذهنيا. فريق مانشستر يونايتد بعد الهدف بعد طرد راشفورد انتهى تقريبا بحوالي 10 دقائق ما كان موجود بالملعب. فكوبنهاجن استغل هاي الفترة اللي ما كان فيها مانشستر يونايتد بالملعب، جاب هدفين. الهدف الأول أبقى على حظوظه، الهدف الثاني ركلة جزاء. الهدفين خلاص انتهى فيه الشوط الأول. الشوط الثاني مانشستر يونايتد لعب بهدوء، حصل على ركلة جزاء، كان منضبط. نعم ممكن نقول يعني المدرب حكى له كم كلمة، لكن بعد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد وكأن هو خلص يعني واصل لمرحلة انه انا فايز بالمباراة، ما اهتم طموحات كوبنهاجن، ما اهتم بأن كوبنهاجن إلى الآن ما فقد الأمل من التأهل، ما فكر حتى بأن كوبنهاجن لسه عنده مباراة مع غلطة سراي ممكن يعمل فيها شيء، ومع الفوز على مانشستر يونايتد ما بتعرف شو ممكن يصير بدور المجموعات. خصوصا بايرن ميونخ حاسم موضوع المركز الأول، لكن احنا عم نحكي عن 3 أندية تقريبا بنفس المستوى. يعني مانشستر يونايتد ما هو افضل من غلطة سراي ولا هو افضل من كوبنهاجن. فالشيء اللي فات بذهنية فريق مانشستر يونايتد بعد تسجيل الهدف الثالث بين كوبنهاجن من دون اي انياب وانتهى الموضوع. لا، انت بدك تستمر بالحضور بالملعب، بالشخصية بالملعب. يعني بصراحة ما شفت شيء من مانشستر يونايتد. كنت عم تابع مباراة ريال مدريد وموضوع إبراهيم دياز أكثر، ومهتم ببايرن ميونخ أكثر من مانشستر يونايتد. لكن هدف روني بردغجي بالدقائق الأخيرة أمتعني، أطربني. من أصول سورية لكن صعب يجي للمنتخب السوري، ما بنعرف إلى الآن في إمكانية، بس حبيت الهدف، جميل الهدف. انتقاما من تين هاج لا أكثر ولا أقل. لسه حازز بنفسي موضوعه مع كريستيانو رونالدو، ما عم بقدر أنسى الشيء اللي عمله تين هاج مع كريستيانو رونالدو. ما عم بقدر أنسى اللقطة اللي صارت بين رونالدو وتين هاج لما خلاه يعمل إحماء قبل الدخول بالمباراة، وبعد رجعوا للدكة. لا، هذا التصرف ما مستحيل أتخطاه، مستحيل أنساه. فبالتالي دائما بشمت بتين هاك. فيما يخص مباراة بايرن ميونخ وغلطة سراي، فالمباراة يعني يا جماعة البايرن شخصية. الشيء اللي يفتقد له مانشستر يونايتد واللي عند البايرن هي الشخصية، فقط الشخصية. يعني انت عم تحكي عن فريق بأي لحظة ممكن يجيب أهداف، بيشتغل على خفض رتم المباراة، العمل على تسريع رتم المباراة بكل سهولة. وعنده هاري كين أفضل بديل لليفاندوفسكي، بيعرف يجيب مهاجم رقم 9. سبحان الله، البايرن اختصاص مهاجم رقم 9.
مع توخيل الى الان الاداء غير مقنع مشان نكون صريحين، بس الفريق بيعرف يفوز بدور المجموعات، وغلطة سراي راح يكون منافس اكيد مع كوبنهاجن ومانشستر يونايتد على المركز الثاني. وبتوقع شخصيا انا رايح باتجاه غلطة سراي اكثر من مانشستر يونايتد. بالنسبة لمباراة ريال مدريد و براغا، المباراة طبعا البداية كانت خطيرة جدا بركلة الجزاء اللي حصل عليها براغا، لكن لونين تألق. لونين أثبت بأن فريق الريال حتى البدلاء اللي عم بيفوتوا بدقيقة ودقيقتين ممكن يغيروا من المباراة، يسجلوا، ينقذوا الفريق، وعمل هذا الشيء لونين. يعني الدليل بأن الشوط الأول اللي تألق فيه لونين اللي تصدى لركلة الجزاء، وإبراهيم دياز اللي سجل الهدف، اللعيب اللي أساسا ما عم بيلعبوا مع أنشيلوتي. وإذا توقعت بأن أنشيلوتي رح يعتمد على إبراهيم دياز بعد الهدف اللي سجل، وانت غلطان. أنشيلوتي لن يعتمد على إبراهيم دياز، لأن في شروط لحتى يلعب إبراهيم دياز مع ريال مدريد بشكل أساسي، إنه إبراهيم دياز كل مباراة يسجل 5 أهداف، وإنه يتعرض فينيسيوس أو رودريغو لأي إصابة، أو رودريغو وفينيسيوس 20 مباراة أو 30 مباراة ما يسجلوا أهداف. يعني مع نهاية الموسم بنشوف. هاي الشروط التعجيزية، إبراهيم دياز يسجل 5 أهداف، ورودريغو وفينيسيوس يتعرضوا للإصابة. أكثر من هيك إبراهيم دياز ما بيلعب مع أنشيلوتي. لو بيطلع للسما مستحيل. أنشيلوتي خلاص يعني يعتمد على رودريغو وفينيسيوس لو بالعكازة. بالمحصلة سجل فينيسيوس وسجل رودريغو. شفتوا الحضن اللي عملها رودريغو مع أنشيلوتي. خلاص هاي تعني بأن رح يلعب أساسي لنهاية الموسم، وإبراهيم دياز مكانه الدكة بالمباراة القادمة، وحتشوف. هذا كل شيء حاب أحكي عن المباريات بشكل عام. مبروك للاعبنا روني بردغجي هذا الهدف الجميل جدا، وهارد لك لفريق مانشستر يونايتد، لمشجعي مانشستر يونايتد، واكيد مبروك للبايرن وريال مدريد معتادين على الصدارة. بتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة.